خلال اليوم المفتوح لوسائل الإعلام قبل نهائي دور الأبطال لم تختلف تصريحات مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري عن تلك التي أدلى بها المدافع جورجو كيليني. الطرفان أجمعا على قوة الخصم وخبرته في المسابقة وجاهزية يوفنتوس للدفاع عن حظوظه لإنهاء الموسم على وقع ثلاثية تاريخية. اقترب الموعد، حان وقت الحصاد الأكبر. رجال يوفنتوس احتفلوا قبل أيام بلقب الكالتشيو السادس على التوالي و33 في تاريخ هذا النادي العريق. الآن التركيز منصب على كأس ثمينة خاصمت خزائن النادي منذ فترة طويلة. التطلعات كبيرة والخصم عنيد وخبير. سنلعب هذه المباراة بدون قلق. يوم السبت القادم يجب أن نكون جاهزين بنسبة 100%. نحن متفائلون، لكن ليس لدرجة أن نعتبر أنفسنا أقرب من ريال مدريد إلى التتويج كما تقول بعض وسائل الإعلام الإيطالية. ريال مدريد حامل اللقب وهو أكثر الأندية فوزا باللقب الأوروبي، وبالتالي فهو يفوق اليوفي خبرة. بالنسبة لنا يجب أن نكون في الموعد، أن نخوض مباراة واقعية نحترم فيها الخصم من أجل الظفر بهذا اللقب. كل المتابعين أجمعوا على أن أليجري بنى هذا الموسم فريقا صلبا يستحق معانقة اللقب الأوروبي. الإنجازات والأرقام خير دليل على ذلك. اللاعبون قدموا موسما استثنائيا، لقد أهدوا لي وللإدارة والجماهير أشياء كثيرة، ونحن نعول عليهم في هذه المباراة القوية أمام خصم استثنائي. بين الهجوم الملكي والدفاع الإيطالي ستجرى حوارات عديدة. اليوفي تخطى في طريقه إلى النهائي فرقا عريقة، ودفاعه أوقف مهاجمين مميزين. نحن 5 لاعبين في الخط الخلفي على قدر عال من الجدية، ولدينا أيضا خصال كروية مختلفة. يتحدثون كثيرا ومن سنوات عدة على أنني صحبة بارزالي وبونوتشي جيدون للغاية، ولكن أيضا يجب ألا ننسى اللاعبين الآخرين في الخط الخلفي. بحثا عن ثلاثية تاريخية ستكون السيدة العجوز على المحك، فإما أن تتزين بلقب يعيد لها شبابها أو تكرس التجاعيد التي رسمت طريقها الأوروبية منذ 21 عاما.